السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم بقى كفتة مشوية، كفتة فراخ مشوية. طعمها جميلة قوي، طعمها جميلة قوي، هتعجبكم والله. ومعاها مكرونة سباكيتي بشوية صلصة كده حلوين. ان شاء الله الأكلة هتعجبكم، كانت أكلة روعة. كل حاجة أنا بقطعها يعني مكعبات صغيرة. ده نص كيلو فليه، ودي بصلة كبيرة، وقرنين فلفل أخضر، وقرن فلفل أحمر اللي هو الفلفل الألوان ده، وربع حزمة بقدونس، واخدة الورق بس. والتوابل نص معلقة صغيرة كزبرة، وبهارات فراخ، وبابريكا، ولورا مطحونة، وفلفل أسود، ومعلقة ملح. هحط كل ده في الكبة. خلاص كده. وكل انا مقطعه مكعبات عشان الكبه يعني تبقى تساعد الكبه كده وهي بتفرم الحاجه. وهحط معلقه صغيره بيكنج باودر عشان تنفش لي الكفته وما تبقاش كده ايه مكتومه. وحطيت معلقتين كبار بقسماط. خلاص كده. او لو في فيجيتار حطي كيس فيجيتار، كيس الجاهز ده. ومعلقه مليانه، معلقه صغيره مليانه توم مفروم، او لو عندك توم صحيح حطي كده ايه شويه. خلاص كده. واضربي بقى ده كله في بعضه لغايه ما ينعموا مع الكفته دي. طعمها جميله قوي ومع المكرونه لايقه قوي، وطعمهم جميل الاتنين مع بعض. بصراحه اكله جميله، هتعجب كمان الاولاد يعني، لان هما ما بيحبوش، ملهمش في الطبيخ، فالاكله دي هتعجب. خلاص كده. انا ضربت اهو الكفته ولغايه لما نعمت في الكبه، وبعدين بقى ايه هحطها في الطبق. بعد كده هشيلها بقى في التلاجة شويه، يعني مده ساعه ساعتين عشان تتسمغ، يعني تمسك في ايه، تمسك نفسها شويه. بس كده. هلم بقى الكفته كده على بعض واشيلها بقى في التلاجة لمده ساعه ساعتين، على ما تيجي يعني تحضري الاكل تعملي. هنا بقى هعمل الصلصه. الصلصه دي بقى في المكرونه احلى طريقه صلصه للمكرونه، وجربوها واحكموا انتوا. حطيت معلقه سمنه وشويه زيت الاول في الحله. اول ما سخنوا حطيت بصله مقطعاها مكعبات صغيره، بصله كبيره حلوه كده، وايه، وحطيت لها معلقه ملح وانا بحمرها عشان ما تسكرليش البصله وتحمرها قوي. خلاص كده لغايه لما بقت الدهبي ده. حطيت لها معلقه كبيره توم مفروم. خلاص. شوحت التوم اهو معاها. وبعدين هنزل بقى بالتوابل. التوابل دي ايه هي؟ فلفل اسود، وكمون، وكزبره، وبابريكا، وشطه، وزعتر، نص معلقه صغيره من كل حاجه. وشوحت التوابل مع الثوم مع البصل، وحطيت لهم معلقتين كبار خل. شمي بقى احلى ريحه، ريحه بقى هتقلب الشقه، ريحه جميله. المهم بعد كده جبت كيسين صلصة، او لو عندك صلصة في بطرمان حطي معلقتين كبار. هو الكيس ده بيبقى معلقة يعني. حطيت كيسين صلصة او معلقتين كبار صلصة. برضو شوحت الصلصة مع الحاجات، البصل والثوم الاول، وبعدين نحط بقى الايه، عصير الطماطم. قلبيها بقى تقليبة حلوة. هحط طبعا الملح، الحمد لله. واقلبها بقى تقليبه حلوه، واغطيها بقى واسيبها ايه تتسبك بقى براحتها. اهي. هنا بقى كانت خلاص اتسبكت.
وطردت كمان المادة الدهنية بتاعتها. شايفين لونها جميل ازاي. قفلت على الصلصة وجبت بقى الايه الكفتة عشان اصبحها. خدت كده قطعة كفتة ودهنت ايدي الاول زيت، شوية زيت كده، وصبعي بقى الكفتة المقاس اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير، اللي انت عايزاه اعمليه. بس انا شايفة ان المقاس ده مناسب، ولا كبير ولا صغير، وسط. على ايديكي كده واعمليه. هعملهم بقى كلهم. هنا كنت عملتهم بقى كلهم. بصي النص كيلو حلو برضو، يأكل 5 تنفور. هنا المكرونة الاسباجيتي اديني اهو بسلقها. غليت لها المية وحطيت لي المية ملح وزيت، ولما المية غليت رحت حاطة المكرونة، وبعد ما تستوي اروح مصفيها. وجبت جريل اهو او طاسة او صينية فرن اي حاجة، وحطيت لها برضو شوية زيت مش كتير، يعني معلقتين زيت كده، ورصيت فيها الكفتة بعد برضو الزيت مسك. وايه والنار وانا موطية عليه. اول ما تحمر من ناحية اقلبها على الناحية التانية. هعمل كده في جميع الجهات خلاص، عشان تستوي كويس وتاخد لون من الاربع جهات. ازاي كده. حمرتها بقى بجميع الجهات، هقفل عليها وقدمت بقى الاكل. ويا رب الطريقة تكون عجبتكم، وان شاء الله برضو الطعم هيبقى اجمل. وما تنسونيش بقى في الاشتراك وفي اللايك. ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشهد ان لا اله